امبارح وانا قاعد مع معادل على القهوه فبيسالني البنك المركزي المصري هيعمل ايه في الاجتماع الجاي؟ هل هينزل سعر الفايده زي كل مره ولا هيثبتها؟ وهل البنوك ممكن تعملها وتنزل اسعار الفايده على الشهادات ولا ايه اللي هيتم؟ فانا في الفيديو دوت هنتناقش مع بعض بالارقام والبيانات وهنقول البنك المركزي المصري هيقرر ايه ان شاء الله في اجتماع نوفمبر. يلا هات كوبايه الشاي بتاعتك وتابعني بعد الفاصل. الاول برحب بيكم في برنامج قهوه الاقتصاد وانا معاكم محمد العسال مقدم البرنامج، ويلا بينا نخش في الموضوع. قبل ما نبص على الفايده لازم نبص على التضخم، لان البنك المركزي المصري هدفه الاساسي مش سعر صرف الدولار ولا الكلام ده كله، هو هدفه الاساسي محاربه التضخم. في شهر اكتوبر اللي فات معدل التضخم السنوي في المدن وصل ل 12.5% بعد ما كان 11.7%. يعني الاسعار زادت حبتين بسبب شويه عوامل، اهمها رفع اسعار البنزين والسولار بحوالي كام من 10 ل 13%، والكلام ده حصل في نص اكتوبر. كمان التضخم الاساسي اللي هو ايه، اللي هو بيبقى الفرق بينه وبين التضخم العادي اللي هو من غير الاكل والوقود او مش بيحط فيه السلع محدده اداريا، زاد من 12.1 على 10% بدل ما كان ايه 11.3 على 10% في سبتمبر. الزياده دي وقفت موجه نزول استمرت 4 شهور قبل كده. طيب ايه سبب بقى الطلعه ديت في التضخم؟ الفكره ببساطه عن معادل زياده اسعار البنزين في اكتوبر، ودي كان ليها تاثير مباشر. طبيعي لما البنزين والسولار يغلوا تكلفه النقل والانتاج بتزيد، فبتعكس ايه على الاسعار. بس لازم نلاحظ ان الزياده دي تعتبر محدوده نسبيا او ما زادش بالنسبه الكبيره اللي تقلق. يجي واحد من زبايننا اللي في القهوه يقول لي ايه انت بتكذب يا عم، التضخم ايه اللي نزل؟ انت مش شايف الاسعار؟ فالاجابه هنا بسيطه جدا جدا، التضخم معناه معدل الزياده في الاسعار. يبقى هنا بنتكلم في ايه؟ في الزياده مش الاسعار نفسها، لان هنا انا بقارن بالسنه اللي قبلها. يعني ايه لو السنه اللي قبلها التضخم كان 20% والسنه دي 15%، هو كده معدل التضخم نزل ونزل بمعدل حلو، بس برضه في الاخر حصل زياده في سعر المنتجات 15% مش 20% زي الاول، بس في الحالتين حصل ايه؟ زياده. وعشان نبقى فاهمين الصوره كامله، التضخم كان زمان في 2023 وصل لارقام فلكيه وقرب ايه ل 38% يعتبر في سبتمبر 2023، انما دلوقتي بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي ودعم ايه من صندوق النقد الارقام نزلت جامد جدا. يعني احنا بعيد جدا عن ايه؟ عن ال 38% دي. ده حتى في اغسطس 2025 التضخم وصل ل 12%، وده كان اقل مستوى ليه في حوالي 42 شهر. طيب نيجي بقى نشوف البنك المركزي المصري عمل ايه في سعر الفايده لحد دلوقتي. بص يا سيدي، دلوقتي البنك المركزي المصري كان عامل سلسله تخفيضات في الفايده خلال 2025 بحوالي 6.4%. ده اجمالي من اول السنه او اجمالي الاجتماعات اللي حصلت من اول السنه. اخر مره خفض الفايده كانت في اجتماع 2 اكتوبر 2025 لما قرر ان هو ينزل الفايده 1%، واللي هي ايه تعتبر 100 نقطه اساس. لما نقارن الفايده بالتضخم بنلاقي ان العائد الحقيقي يعني اللي هو الفايده ناقص التضخم لسه ايجابي جدا، وهو حوالي 8% او 9% بالموجب. دي نسبة تعتبر من أعلى المستويات في العالم، وده جزء من سياسة استهدفت تشجيع الجنيه وجذب المستثمرين الأجانب بالفايدة العالية، وفعلا التجارة بالفايدة شغالة في أذون الخزانة، وده بسبب الفرق العائد الضخم دوت حتى إيه بعد التخفيضات اللي عملتها مصر في الفايدة في السنة ديت. مصر لسه بتقدم عائد مغري للمستثمرين مقارنة بدول إيه تانية، خصوصا إن التضخم لسه بطيء جدا عالميا دلوقتي. ونيجي للسؤال المهم، هل هيثبتوا الفايدة ولا هيخفضوا الفايدة زي كل مرة ما حصلت السنة دي؟ أنا رأيي إن البنك المركزي المصري هيستنى شويه في الاجتماع ده. ليه؟ عشان يشوف اتجاه التضخم بعد ما ايه ما البنزين غالي، وهيفضل يشوف التاثير الكامل للقرار دوت في ايه في قراءه نوفمبر، بس متوقع ينزل تاني بعد كده. لازم البنك المركزي المصري يستنى وضوح اكتر لاتجاهات التضخم قبل ما نكمل ايه دوره التيسير او التخفيض في الفايده. بس برضو توقعاتي خفض جديد 1% قبل نهاية 2025 في اجتماع ديسمبر. الفكرة ان لسه في مجال كمان شوية ايه ان المركزي ممكن ينزل تاني لان التضخم ما زادش قوي، غير طبعا مؤشرات قويه جدا بزياده السيوله الدولاريه سواء بقى من السياحه زي كلنا شايفين الغرف السياحيه مثلا بسبب المتحف المصري والحاجات دي، السياحه طبعا زادت، تحويلات المصريين في الخارج زادت، الاستثمار مباشر، وشفنا طبعا انعكاس ده على الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري اللي عدى 50 مليار دولار لاول مره في تاريخه. وعشان نفهم الصورة كاملة نبص بسرعة كده على سنة 2023 البنك المركزي المصري كان بيتعامل ازاي مع الفايدة. السنة دي كانت تعتبر ايه مليانة تحديات، الجنيه وقع اكتر من مرة والتضخم ايه وصل للبيك او وصل لاعلى نقطة، وفي اوائل 2023 البنك المركزي المصري رفع الفايدة جامد
عشان يوقف التضخم بعد ايه تعويم العمله. وبعدها فضل يثبت الفايده في 2023، وده رغم ان التضخم فضل عالي. ليه؟ لان كانت في اسباب تانية للتضخم، زي طبعا نقص العمله، وكان في تحويلات المصريين في الخارج كانت قليله جدا جدا، وما كانش في استثمار مباشر، والدنيا كانت بايظه خالص. وللاسف ما كانش عالجها رفع الفايده لوحده، فعشان كده يعتبر ايه ما رفعش الفايده. كمان كانوا مستنيين يشوفوا الاصلاحات التانية زي اتفاق صندوق النقد الدولي، طرح شركات حكوميه. هل الحاجات دي كانت هتجيب نتيجه ولا لا؟ في نهايه 2023 وبرده في اوائل 2024 الصوره ابتدت تتغير، التضخم ابتدى ايه يهدى شويه، مش عشان الاسعار نزلت، لا، عشان معدل الزياده قل. في مارس 2024 الحكومه عومت الجنيه تاني. في مارس 2024 الحكومه عومت الجنيه تاني، وخدت تمويل جديد من صندوق النقد ب 8 مليار دولار. البنك المركزي المصري وقتها فاجئ الكل وعمل رفع ضخم جدا للفايده 6% مره واحده في 6 مارس 2024 عشان يلم التضخم المتوقع من التعويم ده. الخطوه دي كانت قاسيه جدا جدا، بس كانت ضروريه في وقتها، لان كان جاي بعديها صفقه راس الحكمه. المهم بقى في ابريل 2024 لحد اخر السنه ديت البنك المركزي المصري غير الاتجاه، ابتدى يخفض الفايده خطوه بخطوه مع كل اجتماع او اتنين. اولا ثبتوا شهر يتاكدوا ان التضخم فعلا بيهدى، ولما لقوه بدا ينزل من قمته التاريخيه ابتدوا دوره التيسير النقدي الحاليه. يعني زي ما قلنا من شويه في 2025 لوحدها حصل 4 تخفيضات، ابريل نزل 2.4%، مايو 1%، اغسطس 2%، واكتوبر 1%، اجمالي كله 6.4% نزول خلال 2025 بعد تثبيت طويل من مارس 2024. فلو جينا نقارن 2023 كان العام الثبات مع التجديد في اوله، انما 2025 زي ما بنسميه كده عام التخفيضات مع انحسار التضخم، اللي جاي كله تخفيض. المقارنه دي بقى تهمنا في ايه؟ عشان نفهم ان البنك المركزي المصري بيغير سياساته حسب اتجاه التضخم وسعر الصرف. في 2023 كان التضخم بيزيد باستمرار والجنيه ضعيف، فما قدرش يخفض، كان يا اما يزود سعر الفايده او يثبتها. دلوقتي في اواخر 2025 التضخم نزل كتير جدا والجنيه استقر جدا، فالباب مفتوح ان هو يقلل الفايده لدعم النمو من غير ما يخاف زي زمان. بس طبعا بياخد باله من اي بوادر خطر، زي موضوع مثلا البنزين اللي حصل، او زي ما هو بيقولها في كل بيان سياسه ضبط الماليه العامة. في عامل تاني مهم جدا برضو بيلعب في دماغ صناع القرار، عايزين يشجعوا النمو والاستثمار من غير ما يضحوا باستقرار الاسعار. دلوقتي فايدة مصر عالية جدا، فتقليلها شوية ممكن يساعد الشركات تاخد قروض ارخص وتوسع شغلها ويقلل عبء الفوائد على ميزانية الدولة. انما في نفس الوقت المستثمرين الاجانب حاطين فلوسهم في الجنيه عشان عشان طبعا الفايده مغريه، فاي خفض جديد لازم يبقى محسوب. ليه؟ عشان ما يهربش اللي هو المال الساخن ده. لحد دلوقتي الحمد لله حتى مع التخفيضات اللي فاتت الاستثمار في الجنيه لسه جذاب جدا، لان التضخم نزل برضو وفي فايده حقيقيه قويه. هنلاقي ان الاستثمار في اذون الخزانه قاعد بيزيد خلال الفترات اللي فاتت رغم ان البنك المركزي المصري منزل 6.4%. عشان بقى نلخص كل الرغي اللي احنا شايفينه دوت، بص دي قرارات البنك المركزي المصري بتبقى قرارات استباقيه، بيشوفوا الوضع الجاي اللي هيحصل فيه وبناء عليه بياخدوا القرار. البنك المركزي المصري شايف ان الفرصه دلوقتي كويسه جدا ان هو ينزل الفايده، بس امتى؟ مش الاجتماع ده. ليه؟ لان بالبلدي التضخم زاد، فهيقول لك استنى يا عم لما نشوف الشهر الجاي عشان خاطر التضخم ينزل تاني، يبقى خلاص اثر زياده البنزين دي خلاص امتصناه. في نفس الوقت انا عندي موارد دولاريه قاعده تخش على طول، صفقات اجنبيه مباشره، لدرجه ان في كلام كتير ان هو خلاص احنا هنبتدي نستغنى عن صندوق النقد الدولي خلال الفتره اللي جايه، خلاص مش محتاجين البرنامج تاني، والحمد لله احنا استقرين. فكل عامل دي بتقول حاجه واحده بس، ده اللي انا شايفه البنك المركزي المصري هيثبت سعر الفايده الاجتماع ده، الاجتماع اللي بعده هيبتدي يخفض سعر الفايده، لان برضو من كلام البنك المركزي المصري في كل بياناته اللي بتطلع بعد اجتماع لجنه السياسه النقديه بيقول لك ان التضخم هيبقى منحصر جدا او هيقل جدا خلال 2026 كمان، فمعنى كده ان برضو الفايده هتفضل تقل في 2026. طيب ايه اللي هيحصل في الشهادات؟ يبقى لو البنك المركزي المصري ما غيرش الفايده خلال الفتره اللي جايه او خلال الاجتماع الجاي ده، يبقى كل حاجه زي ما هي، او زي ما بيقولوا يبقى الوضع على ما هو عليه. قول لي انت بقى رايك ايه؟ شايف هل البنك المركزي المصري هيخفض سعر الفايده ولا هيثبتها؟ هستنى اجاباتكم في التعليقات. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.